أهلا وسهلا فيك في لوكسمبورغ. والله راسي. Moi seul, bienvenue en France. Bienvenue à Paris mon frère. Welcome to Paris. واصل. Paris is beautiful. صار عندنا أصدقاء فرنسيين. اليوم طلعت من بلجيكا مثل ما طلعت من كل مكان قبله. بلد كان محطة سريعة بس مليانة مشاعر، ما بعرف شو ناطرني بآخر الطريق. كل دولة صارت فصل جديد من حياتي، يمكن الطريق الجاي يحمل جواب أو يمكن يحمل غربة جديدة. وهي وصلنا للوكسمبورغ، دولة كتير صغيرة بس حسيتها أنظف من كتير دول. الهدوء هون ما طبيعي، تحس الوقت واقف والمدينة عم تتفرج عليك. دائما بقول السفر ما سياحة، السفر اختبار حقيقي، خصوصا لما تكون بلا عنوان. جاري البحث هوستل لنشوف شو وين ننام اليوم. It's free here. Yeah, it's free. Free. Transport area free. Oh, really? Yeah. This is thing good. Tram, buses, and train free. Free. Everything is Just free. in Luxembourg. Everywhere in Luxembourg. Nice. Everywhere. يا جماعة صار لي ساعة عم بدور على مكان اشتري فيه تيكت للباص، ولا عرفت هلا انه لوكسمبورغ كلها مواصلات مجانا. Here in Luxembourg كان يوفر gratis meereis، وانا قاعد مهموم من بدي اشتري تيكت للباص. سألت وحدي قالت لي هون بهاي الدولة كل المواصلات مجانا. بالفعل انها لوكسمبورغ، لازم ننتقل لهون معلم. كل محطة إلى طعمة وريحتها وناسها. يمكن بالنسبة للعالم مجرد طريق عابر، بس بالنسبة إليه كل خطوة عم تبني فصل جديد من حياتي. أول خطوة كالعادة دور على مكان ارتاح فيه. لقينا هذا الهوستل، والله شيء مرتب، بس شوف المناظر يا زلمة، جنة جنة. إذا بدك شبيه سويسرا هي لوكسمبورغ. ننزل نستكشف المدينة قبل ما تغيب الشمس. سفيشن I'm vlogger. قلت له أنا هولندي، إجا حط لي لغة هولندية مشان يتأكد. لازم ناخذ وحدة من هاي. هذا نظام الهوستيلات. مستمرين، والله صار هاليومين ثلاثة النوم قليل جدا، امبارح نمت 3 ساعات بس. I'm here just tonight. Just tonight. And Where are you from? I'm working from Valenciennes, Lille. Lille. France. فرنسي. Yes. وي. وصلت لهوستل بسيط، أهم شيء يكون في تخت وهدوء. كل مرة بدخل مكان جديد بحس حالي غريب، بتنام وانت ما بتعرف وين رح تصحى بكرة. أو حتى بأي بلد ما بعرف، كل مرة نفس القصة بس أكثر هدوء. Moi seul, bienvenue en France. Bienvenue à Paris mon frère. Welcome to Paris. واصل. Paris is لازم نظبط العلاقات السورية الفرنسية، ما نعرف شو بصير معنا بالمستقبل يا أخي. شوف السفر كيف على الطريق تتعرف على إيطاليا، على فرنسا، ناس من ثقافات ولغات متعددة. هذا هو حمام، تقريبا كلهم نفس النظام، تحسهم يعني نظام كمبات. من زمان ما كان عندي بيت حقيقي، كل مكان مؤقت وكل ليلة تجربة جديدة. الغريب إنه رغم كل التعب في شيء جواتي بيقول لي كمل، يمكن ما مكاني هون، أو يمكن الطريق نفسه هو مكان. بس يعطوني هنيك بيت، ما بدي شيء تاني. عالم تاني يا جماعة، والله بدون أي مبالغة تحس هون بهاي الدولة إحساس غريب، شعور هدوء، أمان، رياحة بال. أول دولة بدخلها بحس بهالشعور عن جد. سألت كتير عنها، قالوا لي صعب كتير للسوري حاليا إنه يعطوا لي جو. لوكسمبورغ نظيفة ولكن غالي، بس مرتبة، ما في ناس كتير بالشارع، بس بتحسها آمنة ومريحة كتير، يعني بلد الأغنياء. يمكن اللي معي بكفي نعيش كل يوم بيومه. شكرا لكل من دعمني، والله إن شاء الله وصل لدولة يعطوني فرصة بالحياة. بس لسه عندي حلم أو يمكن هروب. كل دولة عم تعلمني شيء جديد، يمكن ما دائما لاقي الراحة، بس عم لاقي نفسي شوي شوي. ما بلحق ارتاح بمكان حتى اتركه، يمكن هذا قدري، الرحيل الدائم. بصراحة كل مدينة عم تترك فيني شيء، تعب، قلق،
ودرس جديد. يمكن ما الكل يفهم ليش أنا هيك عم أعمل، بس اللي عاش بالغربة بيعرف. اليوم ما صورت كتير بس حسيت هالدولة. الغربة ما بس طريق طويل، هي كمان إحساس بالوقت لما يمر وانت عم تحاول تضل قوي. والله مع هوستل هون في أكل معلم، في شوربة، سلطات وفطور يعني. اليوم انتهى ولكن الطريق لسه طويل. احذروا بالتعليقات شو تتوقعوا الدولة الجاي. يا زلمة سبحان الله. السلام. لا والله كيفك؟ هلا والله من اللايف يا زلمة. شلون لقطنا تعرف شفت الجسر اللي وراك ايه والشجر، وعرفت انا سبحان الله لكسبون، فتواصلت وياك مباشرة. بعد جيتك اهلا وسهلا فيك. والله يتشرفنا معك. بنروح نتفضل علينا. والله عم نط من محطة لمحطة. المواصلات بلوكسمبورغ مجانية ها؟ كله مجاني. اهلا وسهلا فيك في لوكسمبورغ. والله على راسي. وانا زعلان انك بدك تروح اليوم وتتركنا هون، فانت متوقع راح نمسكك يعني اقل شيء يومين. والله يا اخي شو هذا، تقول قاعدين بالجنة والله ما شاء الله. عشيت على هاي المدينة. يعني الفرنسيين بيجوا على لوكسمبورغ وبيشتغلوا. ايه عندك تقريبا كلها سيارات اف جاي من فرنسا. عندك ما يقارب تقريبا 150 لحد 150 الف موظف فرنسي كل يوم الساعه 8 الصباح بيجون على طب لوكسمبورغ. شو السبب؟ السبب المعيشه رخيصه بفرنسا والاجور قاليه بلوكسمبورغ. الرواتب اقل شيء 3000. الفرنسي البيت على حدود لوكسمبورغ هنيك بيدفع ايجار بيته 700 يورو، بيجي بيشتغل 3000 4000 يورو. امبارح بالصدفه فاتح لايف، خوينا متابعني سبحان الله كيف، وعزمنا اليوم على القهوه. ان شاء الله شكرا يا اخوي. اهلا وسهلا فيك الله يسعدك يا يا اخ واصل. لوكسمبورغ مدينه تنعشي والله، مدينة العشاق يسمونها. اي والله. اي بس مدينه بتحس فيها بالراحه والله. فتلت دول اول ما دخلت لها ما اخي بعد بدي اطلع. والاخ وحده من قصص النجاح، يعني ما صار له بالبلد تقريبا 6 سنين تقريبا. 6 سنين. اي 6 سنوات. وما شاء الله فاتح شركه تجارة سيارات. متجنس. اي اخذت الجنسية. دولة لوكسمبورغ بيحكوا اللغة اللوكسمبورغية. ايه حتى قدم الجنسية. نعم. واللغة الفرنسية لغة الشغل العمل يعني، واللغة الألمانية كمان. على هالحالة أنت كم لغة بتحكي؟ قول 3 لغات. الشواتس اللي تبويش فيها ناسيوناليتي. أنا أتكلم اللغة اللوكسمبورغية. Je parle français pour le travail ou généralement au Luxembourg. I speak English and ich spreche Deutsch. أتكلم اللغة الألمانية، يعني صار عندي تقريبا 3 لغات، واللغة الإنجليزية مش كثير. اللهجة الشاوية أحكيها. والله ياك أخويا قصة نجاح بصراحة، يعني خلال 6 سنين عم حاول أطور من شغلي كمان أكثر، مع إنه حاليا شغل السيارات بدي أحاول كمان أفتح سلسلة مطاعم بلوكسمبورغ إن شاء الله. كل مجتهد نصيب. ولكل مجتهد نصيب. نتعلم من قصص النجاح الثانية. هلا أنت خلال 5 سنوات عملت كل هالشغلات، كيف شايف حالك بعد 5 سنين؟ راح تكون ضرب 3 إن شاء الله بعد 5 سنين يا رب بإذن الله. الله يسعدك حبيبي والله. الله على راسي. على واصل. أنا بحب قصص النجاح لأنه ماشي بطريق وعندي هدف أنا كمان، وعندي شغف، وبحاول أقرب من الناجحين. ياك أهلا. أحلى أخ واصل والله. الله يسعدك. الدولة الوحيدة اللي في العالم القطارات كلها تسريع مجاني، الترام والباص. شو اسمه هذا الجسر؟ شو؟ كريشبرغ. طالعين لفوق. والله منظر يعني يا رب دخيلك. هذا ارتفاع 65 متر. يا سريع، ما في ثواني صرنا تحت. طيب شوف وين صرنا. احلى هدية بستلمها بحياتي. والله يا معلم شكرا. اهلا وسهلا في واصل. انا هذه تعرف ما طيرت يمكن 3 مرات، لكن انا شفتك انت عم تصور وعم تسوي فلوجات وعم كذا، فاعطيتك هي هديه مني. يا اخي والله العظيم خجلتني اقسم بالله. بس عن جد مبسوط كثير. بس بشرط حشرط عليك شرط، بدي اياك تضل تسوي لي فلوجات وظبط لي مقاطع فيديو على كيف والله لا عيونك ذات بالبلد لوكسمبورغ. هلا ما عاد تشوف غير الطياره بالسماء معلم. شوف وضع رومانسي هون يا معلم، لك الارض نظيفه يا زلمه. شوف ورق الشجر، شوف والله الارض نظيفه. هاي مشكله يا معلم. وهيك غروب لوكسمبورغ خلاني ارتاح شوي. كل زاوية فيها بتحكي قصة، كل شارع بيحسسك بالأمان. رحلتي مستمرة وكل يوم بيعلمني شيء جديد. إذا حابين تتابعوا مغامراتي وتجارب الحياة الواقعية تابعوني وخلونا نكمل الطريق سوا.